لو في أي حد سمعني، لو اللايف ده لسه شغال، محدش يجي هنا، بلغوا البوليس فورا. احنا في فيلا المندراوي اللي على طريق إسماعيلية. أنا مش عارف ياسين فين، أنا مش لاقيه. وفي حاجة بره الأوضة، حاجة بتخبط على الباب وبتنده عليا بصوته، بس ده مش ياسين. يا رب، يا رب الكاميرا تفضل شغالة عشان لو حصل لي حاجة تبقوا عارفين ايه اللي... دي كانت آخر 40 ثانية في البث المباشر اللي شافوا أكتر من 50,000 شخص على اليوتيوب. البث المباشر ده بدأ لاستكشاف فيلا مهجورة وانتهى بكارثة حقيقية على الهوا. عشان تفهموا الرعب ده بدأ ازاي ووصل للنقطة المرعبة دي ازاي، لازم نرجع بالزمن 3 ساعات لورا ونعيش الأحداث من البداية. أهلا بيكم متابعينا الكرام، معكم أحمد نجم ودي قناة الغرفة. في البداية عايز أقول إن حلقتنا النهاردة من الحلقات الجامدة جدا، لأنها من القصص المرعبة ومليانة أحداث غامضة كتير. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. يلا بينا. الساعة كانت 11:30 بالليل. خالد وياسين كانوا 2 شباب في أواخر العشرينات وفاتحين قناة على اليوتيوب متخصصة في استكشاف الأماكن المهجورة والمرعبة. كانوا طموحين جدا ومجهزين نفسهم بأحدث كاميرات وكشافات إضاءة قوية جدا ومايكات احترافية وراوتر 4G معدل عشان يلقط شبكة في أبعد الأماكن. الهدف بتاعهم الليلة دي كان فيلا المندراوي، فيلا ضخمة مبنية على طريق الإسماعيلية. قصة الفيلا دي باختصار إن من 20 سنة عيلة المندراوي كلها اتقتلت في ليلة واحدة جوه الفيلا، والجاني ما اتقبضش عليه لحد النهاردة. من ساعتها والمكان ده مقفول، وكل اللي بيقرب منه بيحلف إنه بيسمع أصوات وبيشوف خيالات ورا الشبابيك المكسورة. ياسين كان ماسك الكاميرا وبيصور خالد وهو واقف قدام البوابة الحديد بتاعة الفيلا. خالد بدأ يتكلم بحماس وقال: مساء الرعب والإثارة على كل المتابعين. احنا النهاردة عاملين لايف من أكتر الأماكن الملعونة في مصر، فيلا المندراوي. شير لللايف يا شباب عشان اللي جاي تقيل قوي. احنا هندخل الفيلا دي دلوقتي وهنبات فيها للصبح، لو عشنا للصبح. ضحكوا هما الاتنين وزقوا البوابة الحديد اللي فتحت بصوت مزعج جدا كأنه بيصرخ في وشهم. وبعدها دخلوا الجنينة اللي كانت عبارة عن غابة من العشب والشجر الميت. وأول ما دخلوا من باب الفيلا الرئيسي، ريحة كتمة وتراب وعفونة ضربت في وشهم. المكان كان ضلمة كحل. ساعتها شغلوا الكشافات اللي في ايديهم واللي متركبة على الكاميرات. الصالة كانت واسعة جدا، فيها عفش قديم متغطي بملايات بيضة عليها طبقات من التراب. السلم الداخلي كان عبارة عن خشب مكسر، وفي مراية ضخمة متعلقة على الحيطة في آخر الصالة، والإزاز بتاعها كان مشروخ نصين. في الوقت ده خالد بص في شاشة الموبايل بتاعته عشان يتابع الشات بتاع اللايف. لقى العدد بيزيد بسرعة مهولة. يا شباب، احنا جوه الصالة الرئيسية. المكان مرعب بجد، ودرجة الحرارة هنا تلج، أبرد من بره بكتير. في الوقت ده ياسين كان بيتحرك بالكاميرا وبيستكشف المكان، وفجأة الشات بدأ يتجنن. تعليقات ورا بعض بتنزل بسرعة الصاروخ. من ضمن التعليقات دي واحد اسمه عصام قال: يا خالد بص وراك. لكن أحمد زكي كتب وقال: مين اللي واقف على السلم ده؟ وكان في واحدة اسمها مروة كاتبة:
يا جماعة في طفل باصص من فوق السلم أقسم بالله. لكن كيمو ما صدقهمش وكتب: انتوا جايبين ممثلين معاكوا ولا ايه؟ في حد واقف ورا ياسين. خالد دخل وقرا التعليقات دي وضحك وقال: يا شباب بلاش حركات الشات دي، احنا هنا لوحدنا تماما في المكان، مفيش حد معانا ومفيش حد ورايا. بعدها لف بالكشاف بتاعه ناحية السلم. ما كانش فيه أي حاجة، بس وهو بيلف الكشاف ضرب في المراية المشروخة اللي في آخر الصالة. خالد قلبه وقف لحظة. هو شاف انعكاسه وانعكاس ياسين، بس كان فيه انعكاس لحد تالت معاهم، خال اسود طويل جدا واقف ورا ياسين بالظبط في المراية. خالد بلع ريقه وبص ورا ياسين، لكن ملقاش حد. رجع بص تاني في المراية، الخيال ما بقاش موجود. ساعتها أقنع نفسه إن ده انعكاس ظل العفش مع حركة الكشاف. الساعة بقت 12:15، وفجأة وبدون أي مقدمات باب الفيلا اللي دخلوا منه اترزع بقوة رهيبة، لدرجة إن الحيطة اتهزت والتراب نزل من السقف على دماغهم. في الوقت ده ياسين اتنفض ووقع الكاميرا من إيده، وخالد جري على الباب وحاول يفتحه، لكن الأكرة كانت بتلف منه على الفاضي كأن الباب ملحوم. ياسين الباب اتقفل ومش راضي يفتح. خالد قال الجملة دي وهو بيترعش، لكن ياسين حاول معاه. راحوا زقوا الباب بكل قوتهم، لكن مفيش فايدة. في اللحظة دي النور بتاع كشافات الكاميرات بدأ يضعف ويترعش، كأن البطاريات بتخلص في ثانية رغم إنها مشحونة 100%. الشات في اللايف كان عبارة عن حالة رعب جماعي، المتابعين شايفين كل حاجة لايف. علشان كده محمود كتب وقال: الباب اتقفل لوحده، أنا شفته. وسارة كتبت وقالت: اخرجوا من هناك بسرعة، المكان ده مش طبيعي. لكن طارق كتب لهم: الكاميرا التانية اللي في ايد ياسين جايبة ظل بيتحرك في الطرقة. في الوقت ده ياسين قال لخالد وهو بيترعش ومرعوب: خالد أنا سامع صوت تحت، صوت خبط حديد جاي من البدروم. خالد سكت وحبس أنفاسه علشان يسمع. وبعدها قال لياسين: المتابعين طالبين ننزل البدروم يا ياسين، اللايف كسر 20,000، لازم نكمل. خالد قال الجملة دي وهو بيحاول يستجمع شجاعته رغم إن العرق كان مغرق وشه. ياسين ما كانش موافق، بس ضغط خالد عليه والشات خلاه يوافق. ساعتها راحوا لقوا باب خشب صغير تحت السلم الرئيسي، فتحوه. وبعد ما فتحوه ظهر قدامهم سلم ضيق ونازل لتحت في ضلمة مرعبة. ريحة العفونة هنا كانت أقوى، مخلوطة بريحة صدى أو ريحة دم قديم. ابتدوا ينزلوا السلم درجة درجة، الكشافات يا دوب مبينة مترين قدامهم. البدروم كان واسع ومليان كراكيب، صناديق خشب ومكنة توليد كهرباء قديمة ومصدية. الصوت كان اختفى تماما أول ما نزلوا. ساعتها خالد كان ماسك الموبايل وبيقرأ الشات، وفجأة التعليقات كلها وقفت وكأن اللايف هنج مرة واحدة. وبعدين نزل تعليق واحد بس، كان من حساب غريب واسمه ملوش ملامح. كان مكتوب فيه: أنا وراكم ومبسوط إنكم جيتوا. خالد لسه هيقول لياسين على التعليق، النور بتاع الكشافات طفى تماما، الضلمة بقت كحل، مفيش أي مصدر إضاءة غير شاشة الموبايل بتاعت خالد اللي بتنور في وشه. ياسين كشافك فين؟ خالد نده في الضلمة على ياسين، لكن مفيش رد. ياسين بطل هزار وهات الكشاف. برضه مفيش رد.
بس سمع صوت تنفس تقيل جدا وصوت خشن قريب منه، كأن حد حاطط وشه في قفاه وبيتنفس. خالد رفع شاشة الموبايل عشان تنور وراه، ملقاش حد. وفجأة سمع صوت ياسين بيصرخ صرخة مرعبة جاية من آخر البدروم. خالد، الحقني يا خالد، الكشاف وقع مني وفي حاجة ماسكاه. كلام ياسين اتقطع فجأة، كأن حد كتم نفسه. في الوقت ده خالد فقد أعصابه تماما، وفتح كشاف الموبايل الضعيف وبدأ يجري في البدروم زي المجنون وسط الكراكيب، وكان بيزعق وبيقول: ياسين، انت فين؟ لقى كاميرا ياسين وقع على الأرض وهو بيجري. العدسة بتاعتها مكسورة بس لسه شغالة وبتبث اللايف. وطى عشان يمسكها، ولما رفع الكاميرا نور الكشاف بتاعه ضرب في آخر الطرقة. ساعتها كان في شخص واقف مديله ظهره، لابس نفس تيشيرت ياسين الأبيض. ياسين، انت وقفت قلبي يا أخي. خالد قال الجملة دي وهو مرعوب وبيقرب منه، لكن الشخص ده ما كانش بيتحرك. بس خالد كل ما يقرب كان بيلاحظ إن جسمه أطول من ياسين، وإيديه نازلة لحد ركبه تقريبا بشكل مش بشري. الشخص ده بدأ يلف ببطء ناحية خالد، ولما لف النور بتاع الكشاف جاب وشه. ده ما كانش ياسين، ده ما كانش بشر أصلا، كان كيان وشه ممسوح تماما، مفيش عينين ومفيش مناخير، مجرد بق مفتوح بابتسامة مرعبة ومليانة سنان مدببة زي المسامير. وفجأة الكيان ده اتكلم بصوت ياسين بالظبط: خالد، الحقني يا خالد، الكشاف وقع مني. الكيان ده كان بيعيد آخر كلمات ياسين كأنه بيسجلها. في الوقت ده خالد صرخ بأعلى صوت عنده، ولف ورجع يجري على سلم البدروم زي الصاروخ. كان بيقع ويقوم وحاسس ببرودة رهيبة وراه، كأن الموت نفسه هو اللي بيجري وراه. ساعتها طلع الصالة الرئيسية والكاميرا في ايده بتتهز بعنف، والشات في اللايف كان عبارة عن آلاف التعليقات اللي بتصرخ معاه. الناس بتشوف الكيان ده وهو بيظهر ويختفي وراه في الكاميرا. خالد جري على باب الفيلا، قعد يخبط عليه بكل عزم ما فيه، بيحاول يكسره بكتفه لكن مفيش أي فايدة. الباب حديد ومقفول بطلاسم مش بمفتاح. ساعتها بص وراه ولقى الكيان ده واقف في أول طرقة البدروم وبيبصله، ميل رقبته بزاوية 90 درجة بطريقة مستحيل أي إنسان يعملها، وبدأ يزحف على الأرض ناحيته زي العنكبوت بسرعة رهيبة. خالد لما شاف كده طلع يجري على السلم وطلع الدور التاني. دخل أول أوضة قابلته ورزع الباب وراه وقفل بالترباس. الأوضة كانت فاضية وما فيهاش غير دولاب خشب كبير. خالد قعد في ركن الأوضة ضامم رجله لصدره وبينهج كأنه في ماراثون، والدموع كانت مالية عينيه. ساعتها وجه الكاميرا لوشه، الشاشة كانت بتنور ملامحه المرعوبة. وهنا بنوصل للمشهد اللي بدأنا بيه القصة. لو في أي حد سمعني، لو اللايف ده لسه شغال، محدش يجي هنا، بلغوا البوليس فورا. احنا في فيلا المندراوي اللي على طريق اسماعيلية. أنا مش عارف ياسين فين، أنا مش لاقيه. بره الأوضة سمع صوت خطوات تقيلة، خطوات بطيئة بتتحرك على السجاد القديم في الطرقة. وبعدين الصوت ده وقف قدام باب الأوضة بالظبط.
وبعدها سمع صوت خربشة ضوافر طويلة على خشب الباب. وسمع صوت ياسين اللي مليان دموع وبيترجاه من بره. يا خالد افتح لي، خدني معاك، هو بيقطع فيا يا خالد، افتح الباب ابوس ايدك. خالد حط ايده على ودنه وبدأ يبكي بهستيريا وقال: كداب، ده مش ياسين، انت كداب. في الوقت ده الشات في اللايف كان ميت من الرعب. واحد من المتابعين كتب تعليق خلى الدم يهرب من عروق خالد. إبراهيم كتب وقال: يا خالد، الكاميرا جايبة انعكاس الدولاب اللي وراك، باب الدولاب بيتفتح من جوه بالراحة. خالد قرأ التعليق، قلبه دق بقوة لدرجة إنه حس بوجع في صدره. بص ببطء شديد ناحية الدولاب اللي وراه. باب الدولاب الخشب كان فعلا بيتفتح سنة سنة ببطء مميت. ومن الفتحة الصغيرة دي في عينين سودة تماما كانت بتبصله في الضلمة. وقبل ما خالد يلحق يصرخ، الباب بتاع الأوضة اتكسر حتت كأن فيه قنبلة انفجرت. الكاميرا وقعت من ايده على الأرض، الشاشة اتهزت بقوة. الكاميرا وهي مرمية على الأرض كانت جايبة صورة خالد، كانت جايبة صورته وهو بيتسحب في الضلمة ناحية الدولاب بقوة جبارة، وكان بيصرخ صرخة بتقطع القلب. بعدها سكون تام، دقيقة كاملة من الصمت المميت. الكاميرا مرمية على الأرض، والعدسة مش جايبة غير ضلمة كحل وباب الدولاب المقفول. الشات في اللايف كان عبارة عن انفجار من الرعب والصريخ. الناس بتكتب إنها بتكلم الشرطة، وفي ناس تانية بتعيط وبتدعي. فجأة وسط الهدوء المرعب ده صوت سرينة الشرطة شق سكون الليل من بره الفيلا. واحد من المتابعين فعلا كان أخد كلام خالد بجد وبلغ النجدة باللوكيشن على طريق الإسماعيلية. المايك بتاع الكاميرا لقط صوت تكسير البوابة الحديدي الخارجية، وبعدها بثواني صوت خطوات تقيلة وجري على السلم. بعدها نور كشافات قوي جدا ضرب في الأوضة، وظابط دخل وهو ماسك سلاحه. الكاميرا لقطت جزم الظباط وهم بيقربوا من الكاميرا المرمية على الأرض. واحد فيهم وطى ومسك الكاميرا وبص للعدسة بتاعت الكاميرا باستغراب، وبعدها داس على زرار القفل علشان الكاميرا تفصل واللايف يقطع للأبد. وبعد مرور أسبوع القصة دي قلبت السوشيال ميديا، والجرايد كلها كتبت عن يوتيوبرز فيلا الإسماعيلية. التقرير الرسمي للشرطة نزل، وفيه تفاصيل خلت الدم يهرب من عروق كل اللي تابعوا اللايف. الشرطة لما كسرت باب الأوضة وفتحت الدولاب الخشب لقوا خالد وياسين متكومين فوق بعض في زاوية من زوايا الدولاب، مفيش فيهم خدش واحد، وهدومهم سليمة، بس حالتهم ما كانتش بشرية. عينيهم كانت مبرقة في الفراغ كأنهم لسه باصين للي كان معاهم جوه الضلمة، وشعرهم كان فيه خصلات بيضة بالكامل من هول الصدمة. الضباط حاولوا يتكلموا معاهم وطمنوهم، بس مفيش أي رد. محدش فيهم نطق بكلمة واحدة ولا حتى رمش. الدكاترة في المستشفى شخصوا حالتهم، شخصوها بصدمة نفسية حادة أدت لشلل في الأحبال الصوتية وفقدان تام للنطق والإدراك. ما كانش في حل غير إنهم يتحولوا فوراً لمصحة أمراض نفسية وعقلية عشان يتعالجوا.
الناس افتكرت إن المأساة دي خلصت هنا، بس الرعب الحقيقي اتسرب من ممرض شغال وردية ليلية في المصحة اللي هم فيها. الممرض ده كان نزل بوست على الفيس ومسحه بعدها بساعات، بس كان كتب في البوست ده وقال إن خالد وياسين محطوطين في أوضة واحدة، طول النهار قاعدين على السرير، مش بيتحركوا ولا بياكلوا ومش بينطقوا حرف، لكن المشكلة بتبدأ بالليل. كل يوم الساعة 12:15 بالليل، نفس الدقيقة اللي باب الفيلا اتقفل فيها عليهم، بيقوموا هما الاتنين في نفس اللحظة، يقفوا قدام حيطة الأوضة الفاضية ويدوا ظهرهم للباب ويبدأوا يخبطوا على الحيطة بضوافرهم ببطء، وبيقعدوا يضحكوا ضحكة غريبة ومرعبة، وبعدها بيقعدوا يتكلموا بصوت مرعب ومخيف، مش صوتهم خالص، وبيقولوا جملة واحدة طول الليل: المكان ده بتاعنا ومفيش حد هياخده مننا. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.